لا قول للكابتن حسام اللي هو عليه انتقادات. وجهه نظر ان مدير فني ان النادي الاهلي الفتره اللي فاتت داخل فيه اهداف كتير، فانت ممكن يكون شايف انه يتحملها. لا هي المقارنه اذا كنتوا بتقارنوا ما بين ياسر وحسام، لا ياسر فالمقارنه لصالح ياسر دي مش لصالح ياسر. طبعا ماشي اوكي. لا دي مش محتاجه انتوا اللي تقولوا. طب يبقى لا هو المقارنه بين ده وده يبقى يعني هي المقارنه لصالح ياسر. انتوا الثلاثه يعني ونادرا ما بتتفقوا في حاجه، فانتوا متفقين ان ياسر افضل من حسام. ايوه طب اقول لك على حاجه، يبقى حسام انضم ليه؟ ده سؤالي بقى. اقول لك حسام انضم ليه؟ ايه؟ عشان راح الاهلي. لا مالهاش علاقه. مالهاش علاقه، هو ما بيضمش عشان طب كده. استنى، هو حسام ده في فتره من الفترات لما كان جاي من الاولمبياد مش كان عالي قوي؟ ما انضمش ليه ساعتها؟ الا بعد موضوع اللي هو بقى الرغي في موضوع الاهلي يعني وان هيوقع. انا متحفظ ان هو يبقى ضمه عشان رايح الاهلي. انت ايه اللي جوه؟ لا خالص. وقايل امبارح في الانتر لا خالص ان محمد السيد مضى وحسام عبد المجيد مضى. لا انا قايل محمد السيد يا راجل. مش قايل حسام عبد طب المجيد. فين سبحتك؟ فين سبحتك من الاخر؟ فين سبحتك؟ جوه في الأوضة. طب خلاص. كابتن رمضان، فوز الاهلي النهارده يعيد للفريق بريقه وقوته المنتظرة من بداية الموسم، ولا النهاردة الأهلي عشان بيلاعب الزمالك فالحالة النفسية والمعنوية للاعبين وحالة الجهاز الفني نفسه والمسؤولين في النادي الأهلي لو الجو العام في الملعب والجو العام زي ما الكابتن مجدي بيقول هي اللي خلت الأهلي يظهر بالحالة دي، فبالتالي هي حالة فردية. أو النهاردة عشان الأهلي بيلعب الزمالك وهترجع ريما لعادتها القديمة من بداية الموسم إن في مشاكل، الحافز النفسي اللي كان موجود عند اللعيبة النهاردة مش هيبقى موجود في ماتشات الدوري، فهيواجه الأهلي مشاكل بعد كده. لا أنا شايف إن مش هيواجه مشاكل بعد كده يا إسلام، لأن دي الحالة اللي موجودة يعني دي البداية. دي لا مش يعني بداية انطلاقة الأهلي من السوبر. ده وجهة نظر. ما هي دي البطولات اللي انا بلعب عليها يا اسلام، ان انا جايب صفقات يعني دي اول صفقات بالمليار. ان انا اللي بلعب عليها ان انا اكسب البطولات، ودي اللي يعني عمله اللي هي بطولة السوبر. ما دي مش يعني الاهلي بدأ النهارده مش دي احدى البطولات الثلاثه اللي الاتحاد المصري بينظمها. يعني الاهلي بدأ النهارده بدايته الحقيقيه. ما هي دي البدايه الحقيقيه من فتره. يعني مش هنشوف اللي كنا بنشوفه. لا مش هتشوفه، لان النهارده لو انت يعني هيكسب بيراميدز وهيكسب اي حد وهيكسب لا اللي جاي سواد على الكل. عنده تحفظ. اللي جاي سواد على الكل. ليه بقى؟ لان النادي الاهلي بلا اخطاء النهارده يا اسلام. انا بتعجبني ما انا بكلمك بصراحه. دي اخطاء تحكيميه. نتكلم ونبقى يا كابتن رضا بعدين. انا بس بقول لك اللي جاي سواد. دي اخطاء. والماتش اللي فات ضربه الجزاء اللي ما اتحسبتش. انت ما سواد ايه؟ ده انت ده السواد ده السواد للحكم. خليه يتكلم بس. يعني دي رقم واحد. دي الصفقات اللي جت للنادي الاهلي عشان تجيب بطوله، ودي اول بطوله منها. النهارده اي حد هيلاعب النادي الاهلي بالتشكيل ده باللعيبه ديت يعني قول يا رحمن يا رحيم عليه. انا بكلمك بصوره. النهارده النادي الاهلي محظوظ بالمدير الفني الجديد للنهارده. لما يكون عندك مدير فني بالعقليه ديت يعرف يشكل اللعيبه اللي موجوده. خلاص اتكلم انت يا كابتن. انا لا يا كابتن مالكش دعوه ما انا يا كابتن انا جاي النهارده يا كابتن رضا. بص نتكلم كلام لا يا كابتن انت الماتش اللي فات انا ما قطعتكش. لو اتحسبت انا ما كلمت حضرتك. انت عمال تتكلم انا بتكلم على الاهلي. ما انا بكلمك على لا يا كابتن اتكلم. ما انت بتقول سواد. ما انت جاي تتكلم على الزمالك دخلتني في كسبان حسن كابتن رضا. هو انت كسبان الزمالك؟ هسمع ابو الدهب يا عم. انا مش هتكلم. انت روح للكابتن مجدي. انت تتكلم. ما انا بتكلم النهارده يا كابتن. انا معاك تتكلم. مش احنا قلنا صفقات المليار دي مش هتاخد بطولات يا كابتن؟ معلش انا ما قطعتش يا كابتن رضا. انا سبته يكمل وقعدت تتكلم. ماشي يا كابتن. انا بتكلم عن النادي الاهلي كسبان. لا يا كابتن الاهلي كسبان. هو انا مش خد الموبايل اتفرج. انت كنت بتتفرج كمل المسلسل التركي اللي كنت. هل الصفقات دي يا اسلام اللي جت دي خلص بتتفرج على التركي الجديده؟ انت فين السنه بس العزومه فين بس العزومه وربنا مع انا يا عم مش عاوزها. انا مش عاوزها. هو انت واخدها بعرق يا عم انا مش عاوزها. ايه الله انت عايزهم ازاي يا عم؟ انا عايزهم في الحلال. مش عاوزها. اهدى بس يعني خلاص يبقى موت
خرب ديار مش عايزها العزومه. طب خلاص هو انا من امتى بقصر؟ يا عمرك ما قصرت لما احس ان هي حلال العزومه انا وانت والكابتن مجدي مش رايح. انا مع دول ابو الدهب مش ما انا مش رايح، انا مش هروح، انا هاكل سندوتشات كبده بره. كل بقى ويجي لك تسمم. يا عم اطلع. بص يا اسلام انا ليه لا ساعه قبل الفاصل والنبي ليه تعليق بسيط بس. صلاح واقف بره تعليق بس استنى ليه تعليق بس. انت عارف امتى الكلام اللي انت بتقوله ده او ابو الدهب بيقوله كان يبقى صح؟ لو في استمراريه على طول للدوري، انما في توقف وبعد كده افريقيا. طيب هسألك في ده وهسأل الكابتن، لأن الكابتن مجدي برضو قال أنا متحفظ على كلام الكابتن أبو الدهب. أنت متحفظ على لا مش متحفظ على كلامه، متحفظ على اللي سواد على الكل. أنت متحفظ على ده؟ لا متحفظ على إنه ممكن، أنت بتقول هو ممكن يحصل. هو أنت مع أبو الدهب على طول؟ لحظة بس، أنت بتتكلم غلط. ما ده هو اللي معلمني. أنت بتقول ممكن يحصل اللي حصل قبل كده في التذبذب بتاع المستوى بالظبط. فابو الدهب بيقول لا مش وارد، مش هيحصل. لا انا جاي سواد على الكل. لا ماشي اوكي هيحصل وهتشوف. ايوه في اصل خلي بالك النادي الاهلي متاخد منه 10 لعيبه. اوعى تراهن على المنتخب لا غير كده يا كابتن. 10 لعيبه، ال10 لعيبه دول بيلعبوا مع المنتخبات في فتره توقف كبيره مع المنتخبين في البطوله العربيه وفي كاس الامم الافريقيه. فالراجل هيشتغل بنص قوه الفرقه. ماشي. فالافكار بتاعته هيقولها للناس اللي موجوده دلوقتي، اللي مش هتلعب، اللي ممكن ما تلعب. ما هو خلي بالك، ما هو